عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أتمنى أن تشترك في قناتي. معكم محمد رحالة من المغرب. أفتخر كأنني مسلم عربي مغربي. واليوم جيت نتكلم معكم عن موضوع اجتماعي، موضوع رجالي اجتماعي. أظن 90% 80% من الرجال مروا من هذا المشكل صراحة. أنا هنا على فكرة في مقهى، جالس مقهى روسية في بوكيت في تايلاند، جالس مع نفسي صراحة. لا أعرف، حسيت بالملل اليوم وبالشياق للماضي، وجئت هنا كي أستريح مع نفسي صراحة. هذا الموضوع هو موضوع الحب. الإنسان عندما الرجل عندما يحب الرجل يحب بالصدق صراحة. الرجل إذا مبغاش وحدة خلاص والله كيبغيها من كل قلبه، وصعيب باش ينساها، وإذا نساها كتبقى دايما محفورة نيكست، ولكن كتبقى دايما محفورة في القلب ديالو. فسبحان الله عندي شوية تجارب فاشلة في الحب. وهذوك التجارب اللي حبيت تقريبا الأول ماشي 100%، قول الثاني الثاني والثالث، جوج ديال الحب. ولاحظت أنا المرأة ملي كتعطيها الاهتمام كنظن زيادة، أو كيكون الاختيار حتى هو ديال الرجل ماشي هو هذاك، كتكون واحد القصة اللي ما كتكملش ديال الحب. مثلا لكن الإنسان يتعلم، فهو يكون درس لك ويكون درس وقت الأحسن هذاك الإنسان اللي كتكون معك صراحة. صراحة أنا كنصيحة، الإنسان يحب الله صراحة. ما في أحلى، الله سبحانه قال وجعلناكم سكينة، خليلة. مثلا إذا كانت خليلتك معك في الحياة ستكون شوية مرتاح، عندك مسؤولية. حتى المسؤولية مش سهلة، لكن كتكون عندك واحد الانضباط، واحد الهدف في الحياة. كتنوض الصباح كتمشي تخدم، أو كتجيب الخبيزة ديالك، كتبغي تولي للدار. إذا كنت كتبغي ديك المرا تبغي غير تجلس معاها وتبقى حداها، وكتكون معمرة عليك الحياة. لكن الإنسان لما كيكون وحدو كتكون واخا كيولف، ولكن مكاينش بحال الرفيقة والخليلة تكون حداك. وهذيك الرفيقة والخليلة كاين بزاف المعطيات وبزاف الحاجات، وهي توافق واختيار ورؤية ومكتوب. هي اختيار ومكتوب، سبحان الله. ف عندما يكون المال، بعض المرات عندي أصدقائي كيكون عندهم المال وعندهم كل شيء، ولكن كيتزوجوا هذوك الناس كيبقاو معاهم وهذا، ولكن ما كتكونش داك الحب. ما كاينش حلاوة حب. المرأة تحب المال والديها، هو كذلك. رجل معقول خصو مثلا المرأة تكون مراتو. الراجل كيبغي المرأة اللي تكون معاه هو، اللي ينوض هو وياها. نقولو حنايا بزاف ديال لي سيتياسيون كاينة في لي كوبل، ولكن أغلبية الرجال كيحمقوا على المرأة اللي راجل، المرأة اللي تنوض معاك من الزيرو. علاش؟ مثلا هاديك اللي بغاتك على الفلوس. تخيل معايا نتايا واحد النهار مبقى عندك 9 درهم، فكون أكيد كنظن وكيلا غادي تمشي موراها بواحد الشهر. تخيل. ولكن شوف، حنا غير كنهضرو مواضيع. مثلا واخا يكون ديك المال وكنتي مزيان تقدر تبغيك مع الوقت تكون هذا. المهم شوف، هذه هي الحياة.
فكاين اللي عنده الحب وكاين اللي ما عندوش، وكاين اللي كيوقعلو يعني بزاف ديال لي سيتياسيون. بحال دابا مثلا نعرف واحد الصديق ديالي انا، يعني كان تزوج تايلاند وحب واحد خيتي وخرجها من واحد الطريق، وهو في الاول دخل معاها غير لعبة، يعني ما لا حب لا والو، يعني كإعجاب. وملي عاش معاها واحد 5 شهور صافي خانت التربط. ملي تربط بقى معاها واحد العام، وداك العام خلاص يعني مبقاش داك الشي اللي القصة كيفاش بدات. ومشكلة ميمكنش ترجع تبدل البدايات، وميمكنش تبدل البدايات وتبدل النهايات. ف good bad bad good. فيعني انا كنظن الراجل الا بغى شي حدا راه يتكافح معاه، راه يكافح حتى هو الا كانت هي مقدة وكتوافق الرأي. وحتى كنظن انا مثلا آه هو الارزاق بيد الله، لكن لما كتشوف راجل ما كيمشيش الحشيش مجوج، كيهتم بحال حالته نقية، كيحاول يدبر مثلا المادة، عرف بأن كيبغي مراتو ديك المرا كتستحفزو. أما إذا لقى شي مرا عاوتاني واخا يكون كيبغيها ولا هي ناعسة مقتولة، فهاديك المرا مكتحفزوش، كيرجع تا هو حالتو حالة وهي حالتها حالة، يعيشو واحد الحياة غريبة، فهمتني. فالحب الدراري مكاينش الحب، يعني انا كنظن كاين مثلا الحب كيكون الانسان ناقص من مشاعر كثيره، مثلا من الوالدين، من الغربه. ولكن عاوتاني كنجي نشوف مثلا انا مثلا ديك صاحبي، شحال هو مثلا متزوج، لا شحال هو مثلا في غربه، وشحال طلقات البنات، ما عمرو زعما طاح بحال اللي طاح في هادي، يعني تا هو عمل النية ديالو فيها وهذا، ولكن ما كسبش لان بغاها بزاف. المرة اللي كتبغيها بزاف خلاص. ولا ملي مثلا كتكون وحدة رخيصة، مثلا شي وحدة رخيصة ما كتقدرش مثلا دكتورة ولا مهندسة، نجيبو شي وحدة مسكينة يعني كتشطح في بيرها، ماشي اللي حكمت عليها الظروف هادي. مثلا إلا جلستي هاديك اللي كتشطح مع البيرة مع هاديك البنت اللي مثلا انجينيور، وهذا ممكن ما يجيوش في الآراء مع العقل. يعني اخرى مثلا ولا هذيك الطبيبة مثلا، هذيك يعني قرات يعني سيونس، كتاخد الافكار، كتستقبل الافكار، كتفكر في المصلحة العليا، كتفكر في النفس ديالها، كتفكر علمي. يعني هذيك اللي كتكون كتطيح في البيران، يعني كتكون واحد الانسانة خلاص، واخا تكون كانت قبل كتفكر مزيان، ما غاديش تبقى تفكر مزيان، لان في واحد لونطوراج اللي هو صعيب بزاف، يعني مرض، يعني بحال اللي راك في واحد العالم ديال الناس ديال الفساق، وديال كتعلم بزاف د الحاجات، كيموت لك القلب، وممكن الانسان يرجع من ديك العالم، ولكن يعني ما حد خلاص، يعني صعيب، يعني خص، يعني بحال البلية، يعني خصها تتداوى بشوية بشوية. سبيعة الحمد لله. يعني الإنسان يتعلق، عمرو يتعلق بشي إنسان في هاد الحياة، يكون مودة ورحمة. يعني مثلا جو كيف ماشي جو تيم، نو جو كيف كتعجبني لكن ما نبغيكش، يعني إلا لاحظت أنا في العلاقات، يعني كتعجبني لكن ما نبغيكش. علاش؟ إلا بغيتك تغير واحد النهار ما بقاتش، تعاني راه ممكن. إلا ضرب حسن من الأول، كتعجبك شي حدا، تعجبك ماشي تبغيها، تعجبك غتبغي يماك وباباك، من الآخر. هادو هما النتيجة اللي لاحظت أنا، يماك وباباك يبقاو معاك حتى الفينال. وبعض المرات بعض الأصدقاء يقدروا يكونوا من جنسيات أخرى، يقدروا يكونوا من أي وطن، من غير الوطن اللي خلقتي فيه مثلا، يكونوا أصدقاء وما تبقاش اتصال بيناتكم يعني مباشر، ويبقى اتصال هاتفي، ويكونوا أصدقاء أكثر من هادوك اللي من عائلة أكثر. يعني الحياة غريبة يعني. فخذ ما أعطاك الله، خذ ما أعطاك الله.
حاولوا شاركوا في القناة الإخوان. أنا خوت قلبي عليكم اليوم صراحة، يعني خوت قلبي عليكم. أنا واحد الإنسان كنعيش في تايلاند، كنعيش ماشي في تايلاند، كنعيش حول العالم. يعني هاد اليوتيوب عملتها غير كهواية، وفي نفس الوقت ماشي غير كهواية صراحة، في نفس الوقت عملتها باش نبقى ندخل بها شي مدخول إن شاء الله، باش نزيد نسافر بها إن شاء الله. و باقي حكايات وحكايات وحكايات. وكاين انا عايش في الاوروب تقريبا، يعني 15 سنه او 14 سنه. يعني شوف، لا، انا ملي كانت عندي 16 سنه طلعت الاوروب. تان 16 سنه، دابا عندي 33. 16 عام. دابا عندي يعني تقريبا 14 سنه في اوروبا وعامين في اسيا. يعني اسيا عجبتني بزاف صراحه، دولة جميلة جدا وباقي نستافدو. يعني انا عشت في كل اوروبا، في اسبانيا، في هولندا، في لوكسمبورغ، في بروكسل، في دوتشلاند، سويسرلاند. ولكن الاحب الى قلبي مشيت لايطاليا. ايطاليا ما عشت فيها، مشيت الاحب لقلبي هي بروكسل، لان درت فيها الغربة بزاف 12 عام. واسبانيا عشت فيها عامين، وكتعجبني ايطاليا، وكتعجبني شويه هولندا ايضا مشيت السبت الحال. لوكسمبورغ هي، لوكسمبورغ ناس كبار يعني صراحة، يعني الهدوء والكالم. ألمانيا بلاد الخدمة راكم عارفين، يعني الإنسان إذا مكانش خدام تما غادي يهبط. يعني ألمانيا إنسان يطلع يخدم. بروكسل يعني شوية، يعني كتحس راسك عربي راك في المغرب. بروكسل كتر من المغرب، يعني مثلا الرغايف واللبن في الأربعة الصباح كتلقاهم في بروكسل 24 ساعة. 24 ساعة في المغرب لا، غتلقاهم ولكن ماشي كلشي. ماشي كلشي يعني. المهم، يعني بروكسل راك بحال انت في طنجة عامرة بالمغاربة. يلا الدراري، السلام عليكم وشاركوا في القناة.